بسم الله. مرحبا بحضراتكم. ده الدرس الثاني في منهج اللغة الإنجليزية اللي بنشرف وبنسعد بتواجد أصدقائنا. طبعا بنرحب بيهم جدا، أصدقائنا المتواجدين معنا في حصة الزوم. وأيضا بنرحب بأصدقائنا الموجودين معنا في اليوتيوب. الدرس الثاني listen to بعنوان jobs. بس ما ننساش في البداية طبعا نرحب أيضا بمديرة أو إدارة اللقاء، الست سكنة أو سكنة. وطبعا هننوه عن بعض الملاحظات المهمة إن شاء الله. هي دورها كله هيكون في الإدارة، وإحنا دورنا إن شاء الله في تبسيط المعلومات والشرح. فأي استفسار أو سؤال هيكون موجه مباشرة لحضرتها، ويمكنكم التواصل معها لمعرفة كل التفاصيل وتوجيه الأسئلة والاستفسارات وأيضا الاقتراحات لو عندك أي اقتراح. أنا في البداية طبعا بعتذر إن بتكلم باللهجة المصرية، ولكن هي دي اللي بعرف أتكلم بيها. ولكن إن شاء الله هيكون الكلام مفهوم قدر الإمكان. أيضا هتابع حضراتكم، لو في أي سؤال في خلال الحصة اكتب لي في الشات الموجود في الزوم. اكتب في الشات وإن شاء الله يوصلني مباشرة الرسالة أو الملاحظة وننتبه لها مباشرة. كمان لو حضرتك في اليوتيوب بعد ما تعمل اشتراك في القناة، أرجو إن أنت تكتب لي في التعليقات انطباعك، أو لو في استفسار أو سؤال أو بعض الملاحظات. نبدأ الحصة بعد المقدمة اللي قلناها دي. طبعا الحصة دي أو دي الوحدة الأولى يونت 1. يونت 1، ولكن ده مش ليسون 1، ده ليسون 2. يونت 1 كعادتنا بنحاول نبسط المعلومات كلها، وما كل كلمة بنحاول إننا نقف عليها ونعرف أصلها إيه، ويعني معناها إيه، وده كتأسيس لأبنائنا في مادة اللغة الإنجليزية. يونت يعني واحدة، وجمعها يونت. يونت 1. ونبهنا جدا جدا إن في الحصص السابقة والحلقات اللي قبل كده والمحاضرات أيضا إن مهم إننا نعرف النمبرز بالديجيتس. يعني نكتب كده 1 و2 و3. وايضا نعرف النمبرز بالليتر فورم. فايضا نعرف نكتب 1 او ان اي بان لتر و2 و3 و4 وكل النمبرز دي، بحيث اننا نكون متميزين جدا في اللغة الإنجليزية. يونت 1 ليسون 2. ده الدرس الثاني. jobs. jobs معناها وظائف أو أعمال. وظائف. احنا عاوزين نعرف الأعمال بتاعت الناس ديت المختلفة دي. ومديني بعض البيكتشرز كده أو الصور، وبيقول لي أيضا كل صورة مكتوب عليها نمبر، وبيقول لي بقى إيه: look, listen and say. هنركز هنا على بعض أو هننتبه هنا لبعض الملاحظات. أولا كلمة jobs، قلنا job بتساوي كلمة work اللي هي عمل. وجوبز طبعا انا بعتذر برضو عن موضوع الكتابه، لان انا ماسك الماوس، فالكتابه بالماوس بتكون مرهقه شويه، فبحاول اعمل اشارات بس كده، ولكن قد يتم حل المشكله في المستقبل ان شاء الله. آه، اي جمله المفروض ان انا اول حرف فيها بكتبه بالكابيتال ليتر. وجوب يعني عمل، وجوبز يعني اعمال، يبقى الاس دي اس الجمع، في اس الجمع، وفي اس الملكيه هتقابلنا وهنتعرض لها ايضا. جوبز. طيب بيقول لي هنا بقى look، وبعدين اداني كوما كده listen، وبعدين and say. نبهنا قبل كده وقلنا لو بنعدد مجموعة أشياء، مجموعة عناصر ايتمز كده، فبقول أول عنصر وبعدين أحط كوما وبعدين العنصر الثاني وفاصلة كده والعنصر الثالث وفاصلة. لو هم مثلا 10 عناصر، آخر عنصر خالص بقول قبله كلمة and. تمام، قبله بكتب آخر عنصر، آخر عنصر قبله بكتب and. فهنا هو بيديني أوامر، ده فعل أمر. بيقول لي look يعني انظر، listen استمع، and say يبقى آخر أمر هنا اللي هو قل أو تكلم.
او يعني قول الكلام اللي احنا هنقوله ده. يبقى في اخر عنصر معايا قال لي قبلها كلمة and. كلمة and. يبقى هنا look. طبعا الجملة بدأت بكابيتال ليتر، دي من الملاحظات المهمة جدا. وطبعا يعني أوصي أبنائنا اللي عاوز يكون متميز جدا في اللغة الإنجليزية إن هو يبدأ ياخد الكلمات دي ويكتبها كتير. ودي النصيحة اللي يعني بنكررها كتير جدا. كلمة زي جوبز، تمسك الكراسة بتاعتك كده أو الكشكول وتبدأ تكتب جوبز 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 جوبز، وهكذا سطر واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، مفيش مشكلة أبدا. إحنا ورانا إيه؟ عفوا، إحنا حاليا في مرحلة التعلم. آه يبقى نصبر على التعلم ده عشان نحقق إن شاء الله نتيجة يعني مميزة. يبقى هكتب كلمة جوبز دي كتير جدا، وأنا بكتب الكلمة بقراها مش بكتبها بس، بكتب الحروف بتاعتها قريبة من بعضها كده، متقاربة، وبعدين أسيب مسافة بين كل كلمة والتانية، وبعدين أكتب الحروف بتاعت الكلمة اللي بعدها متقاربة وأنا بقراها وأنا بقول جوبز وأنا بنطق، وبعدين أكتب الكلمة اللي بعدها وأسيب مسافة، وأكتب الكلمة اللي بعدها وأسيب مسافة. هي نفس الكلمة بكررها كتير علشان أحفظها كويس، لأن لما بتتكون عندي حصيلة لغوية ده بيكون شيء مميز جدا، واقدر بعد كده ان انا استخدمها في الاجابات بتاعتي وفي فهم الباراجراف وفي كتابته، واي جمله تجيلي الكلمات دي بتتكرر معانا. طيب هنا بيقول لي look يعني انظر، يعني هو بيطلب مني ان انا انظر الى الصور دي. بيقول لي look طبعا ده فعل امر. listen، وهنا الكلمه دي فيها حرف silent يعني الحرف ده ما بينطقش، ما بنقولش listen، ما بقولش كده، لا، بنطق الكلمة دي كأن الحرف ده مش موجود، بقول listen and say. يبقى look انظر، listen يعني استمع، and say يعني قل. المفروض كان الحصة دي صديقنا محمد مرتضى هيقرأ معانا النمبرز from 1 to 40 I guess، ولا 50 مش متذكر، ولكن يعني هنشوف كده لو في وقت إن شاء الله نقول. طبعا هنا أول بيكتشر مكتوب فيها يعني نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى دول 10 بيكتشر. مش كاتب لي تحتهم اي اسماء خالص او اي كلمات، ولكن في كلمات بعد في الاخر هنا. بيقول لي هنا بقى، بيقول لي write the jobs under the pictures، ولكن قبلها هنا بيقول لي الولد ده بيقول our mom is a teacher. our mom is a teacher. طبعا our احنا خدنا في الحصة اللي فاتت كلمة ماي، لما قلنا ماي فاميلي، وقلنا ان ماي دي هي ايه؟ هي ياء الملكية اللي عندنا في اللغة العربية لما بنقول ايه؟ عائلة تي، بي تي، كتابي، قلمي، صديقي. يبقى ماي فريند، ماي هوم، ماي بوك، ماي يعني ملكي، الحاجة بتاعتي اللي بتخصني. طيب هنا our دي ماي دي للمفرد، يعني ماي فاميلي يعني عائلتي بس للمفرد، انما our يبقى ايه؟ ده للجمع. هي نفس ماي بالظبط بس للجمع. يبقى لما اقول our mom يعني امنا، امنا كلنا مش امي. وهنا مام هنا بتساوي كلمة mother، مام بتساوي كلمة mother، ولكن ده يعني كلمة مختصرة كده، أو يعني نقدر نقول إنها زي نيك نيم كده أو اسم دلع كده. وبرضه father بنقول عليها dad. يبقى our mom يعني مش أمي بقى، أقول إيه؟ أمنا، أمنا كلنا our mom. يعني الولد ده بيتكلم هو والبنت ده، هو والبنت دي، هو وأخته مثلا بيتكلموا وبيقولوا our mom is a teacher. is قلنا ده فعل مساعد بيجي في اللغة الإنجليزية، ولكن عندنا ليس له يعني مثيل في اللغة العربية. مش بنقول مثلا واحنا في اللغة العربية ما بنقولش أمي
معلمة، ما بنقولش أمي تكون معلمة، ما بنقولش كده. ولكن في اللغة الإنجليزية بنقول أمي، أو أمنا تكون a teacher. يعني أمنا is our mom is a teacher. وأداة التنكير دي بتيجي مع الكلمات كلها ما عدا الكلمات اللي بتبدأ بحرف متحرك، والحروف المتحركة هنتعرف عليها أيضا في خلال الشرح. ان بتيجي مع الكلمات اللي بتبدأ بحرف متحرك زي حرف الاي، حرف الاي زي كلمة engineer. يبقى a teacher، يبقى أمنا تعمل معلمة أو مدرسة. a teacher. our mom is a teacher. our mom is a teacher. يا ريت تقول معايا كده أو تقول بعدي. هنا كمان البنت دي بقى بتقول our dad. برضو زي ما قلنا كلمة ماي يعني ياء الملكية بتاعتي، يعني أبي مثلا، our dad، يعني زي ما بتقول my father. هي بقى بتقول إيه بس ده للجمع، يبقى أبونا كلنا، أو بابا بتاعنا كلنا our dad. زي إيه؟ زي father بالظبط. our dad is an engineer. engineer يعني مهندس، وطبعا teacher يعني معلم أو معلمة. الكلمات دي اللي هي يعني أسماء الوظائف، الجوبز دي بتستخدم للمذكر والمؤنث الاثنين. يعني سواء هو معلم أو معلمة نقول a teacher، مهندس أو مهندسة نقول إيه an engineer. طبيب أو طبيبة نقول إيه a doctor. خلاص. يبقى our dad is an engineer. وننبه هنا على كلمة engineer فيها دبل اي، والدبل اي يعني ده صوت بنقول عليه long vowel. هو والاي اي برضه اللي في teacher، ما اقولش teacher، ما اقولش كده، اقول teacher، امد فيها شوية لان الاي اي والاي اي ده long vowel. long vowel يعني طويل، long يعني طويل يا جماعة. ماشي. وفاول اللي هو الصوت ده الصوت يتمد شوية زي حروف المد اللي عندنا في اللغة العربية. يبقى a teacher، هنا همد شوية. an engineer. engineer يعني مهندس. أبونا يعمل مهندس، أو والدنا يعمل مهندس. طبعا هنا بقى مديني الكلمات اللي هي خاصة بالوظائف، وبيقول لي write the jobs under the picture. تعال نشوف يعني ايه الكلام ده. طبعا برضو بنحاول نبسط المعلومة جدا جدا عشان أبنائنا يعني يطلعوا من الحصة دي إن شاء الله في قدر كبير من الاستفادة. write يعني اكتب. write يعني اكتب. وطبعا ده اول الجمله، فبنبدا بحرف كابيتال، كابيتال ليتر. كلمه رايت ال W دي سايلنت، سايلنت لا ليس لها صوت، سايلنت ما لهاش صوت، ما بننطقهاش واحنا بنكتب في خلال القراءه، يعني ما بننطقش ال W. وكمان الاي دي يعني صوت ضعيف جدا، صوت فقد القوه بتاعته، فبنقول ايه؟ بننطق رايت، بننطق رايت. رايت يعني اكتب. وعكسها الاوبزيت بتاعها read. read يعني اقرأ. يبقى عندنا read وعندنا write. read و write. write اكتب the jobs. write the jobs الوظائف اللي هي زي دي كده او الاعمال. under. under يعني تحت. under يعني تحت. واللي حضر معانا الحصة اللي فاتت الكلمات دي في بعض الكلمات منها اتكررت معانا قبل كده. ماشي. under. طبعا أنا بنبه وبقول لحضراتكم لابد إننا نكتب الكلمات دي كتابة كتير جدا جدا. أي كلمة من دي لو أنت عاوز تستفاد وتكون مميز في اللغة الإنجليزية، ماشي، أهم نصيحة أنا بقدمها لك دلوقتي إن أنت تكتب كل كلمة من الكلمات اللي إحنا بناخدها النهاردة. والنهاردة كل الكلمات اللي هناخدها مش هتعدي 20 كلمة ولا حاجة، يعني هم كلهم كلمات بسيطة جدا. الكلمات الجديدة تمسك كل كلمة كده تكتبها على الأقل 3 سطور، 3 أو 5 لو عايز تكون متميز. under يعني تحت. under يعني تحت. under إيه؟ under the pictures. the pictures. طبعا pictures يعني الصور. طبعا picture يعني صورة، وpictures يعني صور. الاس دي اس الجمع، اس الجمع هي وجوبز.
يبقى job يعني وظيفة، jobs يعني وظائف. under the picture هو هنا بيطلب مني إن أنا أكتب الكلمات دي اللي هي خاصة بالوظائف تحت الصور الخاصة بها. تمام. طيب تعالى نقرا بقى الكلمات دي. يعني انا هسيب لك طبعا موضوع كتابة الكلمات تحت الصور ده نشاط يعني، ولكن انا يهمني ان انت تعرف الكلمات تقراها كويس وتكتبها كويس. فهنا اول كلمة معانا كلمة انجينير، وانجينير احنا اخدناها قبل كده، مرت علينا هنا في المحادثة اللي فاتت دي. انجينير يعني ها مهندس او مهندسة، احنا قلنا مذكر او مؤنث بياخد نفس الجوبز. طيب اي تي بروجرامر، طبعا بروجرامر انا عاوز اقول لك ان بروجرام يعني برنامج، بروجرام. انما لما نضيف لها الاي ار اصبحت اللي بيشتغل في البرامج. فارم يعني مزرعة، لما نضيف لها الاي ار يبقى معناها اللي بيشتغل في المزرعة يعني المزارع. تيتش يعني يعلم، لما نضيف لها الاي ار يبقى تيتشر اللي بيشتغل في عملية التعليم. كمان نقول يعني الانجينير. الانجينير برضو هندسة او محرك او حاجة زي كده، ماشي. لما نضيف لها الاي ار يبقى اللي شغال في المحركات وفي الهندسة وفي الكلام ده. يبقى اي ار دي بتكون غالبا، وطبعا في او ار كمان، بتكون غالبا يعني هي الخاصة بالعمل. كمان كلمة درايف برضو نفس الكلام، درايف يعني يقود أو يسوق السيارة، والاي ار معناها اللي بيشتغل الشغلانة بتاعت القيادة دي يعني قائد السيارة. وطبعا هنا باص يعني أتوبيس. تعال نكمل بقى. اي تي ده اختصار، ده اختصار. وساعات بنستخدم الاختصارات، يعني مثلا بدل ما اقول دكتور ممكن احط كل حرف دي بس كده وبعدين ايه، اعمل سلاش كده يعني اختصار لدكتور. او دي ار وهكذا. تمام. طيب اي تي اختصار لايه؟ انفورميشن تكنولوجي. انفورميشن يعني معلومات، وتكنولوجي اللي هي المعلومات التكنولوجية أو تكنولوجيا المعلومات. البروجرامر المبرمج اللي شغال في إيه؟ في البرامج في تكنولوجيا المعلومات. دي الوظيفة دي يعني معناها كده الراجل اللي هو قاعد عند الكمبيوتر كده فاتح الشاشة بتاعته، الشاشات كده وقدامه لوحات المفاتيح والماوس والحاجات دي، وبيعمل برامج، بيصمم برامج مختلفة. اي تي بروجرامر، انفورميشن تكنولوجي بروجرامر. بعد كده عندنا وظيفة أو جوب اسمها الفارمر. قلنا فارم يعني مزرعة، وفارمر يعني اللي شغال في المزرعة، اللي هو الفلاح أو المزارع اللي بيزرع الأرض وبيحصد المحاصيل. تيتشر قلنا تيتش يعني يعلم، وتيتشر يعني اللي شغال في عملية التعليم اللي هو المعلم أو المعلمة. يعني لهم كل التحية والتقدير. هاوس وايف، الكلمة دي مصطلح على بعضه كده. هاوس يعني بيت، وبيساوي كلمة هوم. بيساوي كلمة هوم. تمام. هاوس وايف، وايف دي يعني زوجة أو كده يعني. فهاوس وايف يعني ربة البيت أو ست البيت اللي هي يعني موجودة معانا في البيت، وطبعا لها كل التقدير والاحترام، وبتعمل الشغل بتاع البيت وبتطبخ لنا وبتعمل لنا كل الحاجات اللي هي في البيت. هاوس وايف شغلانتها كده إنها في البيت. طيب وفي حاجة اسمها شوب أسيستانت. شوب اسيستانت يعني شوب ده يعني محل، المساعد اللي موجود في المحل اللي هو بيكون موجود. تعالى اوريكم الصورة بتاعته عشان احيانا بنتلخبط في دي. اللي هي الصورة نمبر 6 دي. شوب اسيستانت يعني اللي موجودة في المحل، مثلا محل موبايلات او في سوبر ماركت او غيره، اي محل او في صيدلية او كده. ويعني لما بنشتري حاجة بنروح لها كده نقول لها دي بكام، تاخد الفلوس وتدي لك الباقي ومش عارف ايه البائع ده. شوب اسيستانت. تمام. طيب بعد كده في وظيفة اسمها نيرس. نيرس يعني عارفينها كلنا طبعا. نيرس يعني ممرضة أو ممرض برضه نيرس. باص أتوبيس. درايفر يعني قائد أو سائق، يبقى سائق الأتوبيس باص درايفر. باص درايفر قلنا درايف يعني يقود، ودرايفر يعني قائد. ويتر، الويتر ده يا جماعة اللي هو الجرسون أو الإنسان الموجود، الشخص الموجود في المطعم أو في الكافيه
لما بنروح كده ونطلب منه هات لنا مثلا شاي، او هات لنا سندوتشات، او هات لنا اي طلبات ناكلها او حاجات من دي، فده اسمه ويتر. 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 وايضا الاي اي من اللونج فاولز اللي هي بنمد فيها شويه واحنا بنقولها، نقول ويتر. ويتر. دكتور طبعا معروفه جدا، لان الكلمه دي بنستخدمها في اللغه العربيه وبنستخدمها في اللغه الانجليزيه. دكتور يعني طبيب او دكتور. هنا بيقول لي بقى listen and number the pictures in order. طبعا هنا لاحظنا ان كلمة listen جت تاني. يا سلام، بعض المصطلحات بتتكرر اكتر من مرة. يبقى listen يعني استمع او اصغي، او انصت، حسب بقى انتم ما بتنطقوها في اللهجة بتاعتكم او في اللغة الموجودة عندنا. طبعا بنبدأ بحرف كابيتال. بنبدأ بحرف كابيتال في أي جملة. and يعني number. كلمة number يعني رقم، بس هنا بنستخدمها على إنها verb، فعل أمر. يعني اكتب الأرقام أو رقم. رقم. number the pictures. number يعني رقم pictures، وعرفنا إن pictures يعني الصور الموجودة دي in order في الترتيب بتاعها. listen استمع، يعني المعلم او التيتشر هينطق الكلمات دي، كلمات معينة، وانت هتكتب هنا numbers حسب النطق اللي هو هينطق. تمام جدا. وكاتب لي هنا بقى بعض الوظائف اهيت، او الوظيفة طبعا الشوب اسيستنت، وقلناها دلوقتي وشرحناها، اللي هي البائعة اللي موجودة دي، او البائع الموجود في المحل اللي بيساعدني. اسيستنت على فكرة يعني مساعد، ماشي، اللي بتساعدني في ان انا اخد الطلبات بتاعتي وادفع الفلوس النقود، واخد الباقي والكلام ده، والوصل بتاعي. تيتشر معلم او معلمه. فارمر قلناها. هاوس وايف، يا ريت تقولوا معايا. دكتور. جميل جدا. طب نحرك الصوره. ويتر. 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 تمام، اللي هو النادل او الجرسون. نيرس. نيرس يعني ممرض أو ممرضة. باص درايفر قائد الأتوبيس. وإنجينير اللي هو المهندس. وآي تي بروجرامر يعني انفورميشن تكنولوجي بروجرامر. طبعا مش شرط ان انت تحفظ المصطلح ده دلوقتي، ولكن يعني لو قلت بروجرامر بس ده كفاية جدا حاليا في الفترة الحالية. بيقول لي هنا بقى listen and say. listen and say. طبعا يا جماعة، بس عايز أقول لكم إن في نهاية الحصة السيدة الفاضلة اللي هي مديرة اللقاء هتتكلم مع حضراتكم في آخر 5 دقايق بس. فهنكمل بس الصفحة اللي جاية ديت، وبعد كده إيه نديلها يعني الإيه الفرصة إنها تقول لكم على الملاحظات. listen and say. طبعا listen بتتكرر معانا، يبقى انا دلوقتي لازم ان انا انطق الكلمه دي كويس جدا، كل شويه انطقها واقراها كويس جدا. and say يبقى استمع او اصغي او انصت وتكلم. اسمع، شوف انت بتقول ايه، وبعد كده قول الكلام اللي مطلوب منك. الولد ده بيسأل، بيقول ايه؟ what's your dad's job؟ وات. طبعا بدأنا الجملة بكابيتال ليتر زي ما احنا متعودين. كل الجمل يا جماعة بتبدأ بكابيتال ليتر. تمام. الجملة دي على فكرة question فالمفروض انها هتبدأ بأداة استفهام وهتنتهي ب question mark اللي هي علامة الاستفهام. وأيضا ال question mark موجودة هنا. يبقى what يعني what is يعني ماذا أو ما. your dad's job. your dad's job. جوب قلنا يعني وظيفة. وخدناها من شوية جوبز اللي هي وظائف. دادز. دادز هنا اس الملكية. دادز جوب يعني وظيفة والدك. والدك قلنا أو أبوك. أبوك أنت ليه؟ لأن يور مش ماي أو اور، لا يور داد يعني أبوك أنت. الجوب بتاعته كلمة بتاعته اللي هي الاس دي. الوظيفة بتاعته. انا بحاول افسر كل الايه، كل يعني المعلومات. انتبه ان الابوستروف اس دي اس الملكيه، يعني الوظيفه بتاعه ابوك، دي اللي ربطتهم مع بعض، بتاعه الوالد، والدك. انما الابوستروف اس دي اللي هي وات از. وات از اللي هي اي اس اللي هي فيرب تو بي اللي هي يكون.
what يعني what is your dad's job؟ ايه وظيفة والدك؟ فالولد ده رد عليه قال له he is، خد بالك دي he is is بس بننطقها كده he is an engineer، وطبعا نمد في اللونج فاول ده. طيب بعد كده الولد ده سأل سؤال تاني، قال what's your mom's job؟ ممكن اقولها what's او هقول ايه what is عادي، ماشي. what's your mom's job؟ وظيفة الست الوالدة بقى اللي هي والدتك أمك، وظيفتها إيه؟ شغالة إيه؟ فالبنت دي ردت هنا وقالت she is a teacher. وقلنا teacher الإي إيه long vowel، فأمد فيها شوية صغيرين كده. آخر معلومة معانا هي الصفحة دي، هنقولها ونختم الحصة. أنا حابب إني يعني ما أطولش عليكم أكتر من كده، فهنقول بس where do they work؟ where do they work؟ طبعا دي الحصة المجانية يا جماعة في الكورس الحالي ده أو في الدرس ده، وإن شاء الله نلتقي في الحصص اللي بعد كده. يعني الصفحة دي فيها نفس الكلمات اللي خدناها، يعني كلمة ويتر، اي تي بروجرامر هنا على الشمال كده باللون الأحمر ده، انجينير، هاوس وايف، دكتور، نيرس، دكتور ونيرس لأنهم شغالين في الهوسبيتال هما الاتنين، وفارمر وبس درايفر، وزودنا عليهم بس كلمة بيلدر يعني بناء. كلمة بيلد يعني يبني، ماسك طوب ورمل وزلط واسمنت وحديد ومش عارف ايه، وقاعد كده بيبني الجدار كده او الحائط علشان يكون ايه البيت ويبني المباني الجميلة دي. يبقى بيلد يعني يبني، وبيلدر الاي ار اهي اللي يعني بنفهم منها ان دي الوظيفة بتاعت البناء، يعني بناء او بنا كده يعني. ماشي. هو السؤال ده بيقول لي او الهدف منه، يعني يبدو ان احنا مش هنلحق. بيقول لي where do they work؟ where هي ال W capital، وبننطق الكلمة دي برضو على ان ال W زي ما تكون silent كده، فبنقول where يعني بنخطفها كده. do they work؟ هم شغالين فين؟ وقلنا work يا جماعة في اول الحصة لو انت مركز معايا، work هي بتساوي كلمة jobs او قريبة منها. هنجيب القلم بتاعنا، هي بتساويها او قريبه منها. work قريبه من كلمه job يعني وظيفه او عمل. هنا بقى السؤال بيقول لي listen، كوما اهي، match، ما وما تقولش ماتش، تقول ايه؟ match and right اهي عدت علينا تاني، جت تاني الكلمة اللي شرحناها من شوية، وقلنا الدبليو سايلنت والاي الصوت بتاعها ضعيف جدا كأنه مش موجود، وبننطق كده، والكلمة دي معناها اكتب. يبقى listen يعني استمع او اصغي او انصت زي انت ما تقول بقى. انا هقفل الفيديو ده اللي شغال ده علشان هو شغلنا معاه. ستوب فيديو، انا قفلته. ماشي. listen يعني ايه؟ استمع او اصغي. واداني كاما كده، ليه اداني كاما هنا؟ خد بالك بقى الفاصلة دي، لان هو عدد عناصر، عدد افعال، في حاجات ياما هو بيطلبها. ادي اول حاجة ان انت استمع، وتاني حاجة اللي هي ماتش هقول لك على معناها حالا، وبعدين قال ايه and right. ودي المعلومة اللي قلت لك عليها برضو في بداية الحصة، اما يكون عندي عناصر كتير كتير اكتر من ايتم كده، فببدأ إن أنا إيه أضيف كوما بين كل أيتم والتاني، وآخر واحد قبله أكتب كلمة and. فدي أول عنصر أو أول فيرب معانا، فعل أمر بيقول لي listen. الفعل التاني بيقول لي match، وبعدين and write يعني أكتب. طب match يعني إيه؟ ماتش يعني وصل او وفق، يعني وصل الصورة دي بدي، وصل دي بدي، وصل كل واحدة بالصحيح بتاعها. اه and رأي يبقى ماتش دي معناها. هو في ليها كلمة تانية بتسويها اسمها join. ماشي. and write the numbers، وبعد ما توصل تعمل ايه؟ تكتب النمبر في الايه، في المربع الخاص بيه ده. اول عمود معانا ده اللي باللون الاحمر اللي مكتوب تحت فوقه كده العنوان بتاعه jobs، والعمود الثاني اللي بالاخضر ده اللي هو مكتوب عليه ال places of work. places يعني أماكن،
أماكن. بليس يعني مكان، ودي اس الجمع، يبقى بليسز معناها أماكن. اوف وورك، أماكن العمل، أماكن الشغل. ها، الأماكن بتاعة الشغل. طيب تعال نقرأ الأماكن دي، وهطلب منكم برضو إن أنتوا تعرفوها ويعني تكتبوها كتير وتحفظوها. أوفيس يعني مكتب، اسمها أوفيس. أوفيس يعني مكتب. بيلدينج سايت. كلمة بيلد دي لسه أنا قايلها دلوقتي لما قلنا بيلدر. لما قلنا إيه؟ بيلدر اللي تحت دي رقم نمبر 8. بيلدر، بيلد يعني يبني، وبيلدر يعني بناء، الشخص اللي بيشتغل في الوظيفة دي. وبيلدينج يعني مكان البناء. بيلدينج سايت. سايت. طبعا احنا بنسمع كلمة سايت دايما في الانترنت، يقول لك ايه؟ الموقع الالكتروني، السايت او السايت او كده. سايت يعني موقع. موقع سواء على شبكة الانترنت او موقع في الطبيعة، يعني مكان البناء، مكان المباني. ها، بيلدينج سايت. والكلمة اللي بعدها دي اسمها ريستورانت. ريستورانت. ريستورانت يعني مطعم. مطعم. رودز. رودز يعني طرق، اللي هي دي الصورة دي. ماشي. هوسبيتال. هوسبيتال. هوسبيتال يعني مستشفى. اويل ريفينري يعني معمل تكرير البترول او مصفاة البترول او حاجة زي كده، يعني ريفينري. البترول. اويل لها اكتر من معنى، ومن ضمن المعاني كلمة بترول، او ممكن كمان تستخدم اويل دي يعني زيت، الزيت اللي موجود في المطبخ اللي عندنا، اللي بنعمل بيه الطعام بتاعنا، المأكولات بتاعتنا. ده اسمه اويل. ولكن هنا المقصود منها اللي هي البترول. الأويل اللي هو البترول، معمل تصفية وتكرير البترول. أويل ريفينري. هوم اللي هو البيت، والكلمة دي بتساوي كلمة هاوس، بتساوي كلمة هاوس. وآخر كلمة معانا فارم، اللي هي المزرعة أو الحقل، أو يعني الفارم اللي هي فيها النباتات دي، اللي بيشتغل فيها طبعا الإيه؟ الفارمر. المطلوب منك إن أنت توصل أو تعمل ماتش بين الكلمات دي، وتكتب النمبر بعد ما تعمل الماتش ده. يعني هنوصل كده مثلا الويتر شغال في الريستورانت كده، نوصلها كده. والويتر ده كان نمبر كام؟ كان نمبر 1، يبقى اكتب هنا نمبر 1. العملية سهلة جدا، بس الحل ده مش هو اللي انا عاوزه. مش هو ده اللي هيفيدني، مش هو ده اللي انا طالبه منك، مش هو ده اللي انا مهتم بيه. انا مهتم جدا جدا بان انت تكتب الكلمات دي. تكتب كلمة ويتر، كلمة اوفيس، تكتبها يعني 3 4 سطور، تكتبها 20 30 مرة، 50 مرة، لحد ما تحفظها كويس جدا بالسبيل بتاعها، بالحروف بتاعتها الصحيحة. وكل مرة وانت بتكتبها تقراها. وده يعني لو عملت كده حصة ورا حصة، فإن شاء الله هنوصل لنتيجة رائعة إن شاء الله. طيب أنا هفتح المايك، ولو حد عنده سؤال، طبعا حد سائل في الشات بيقول لي عاوزين واجب أو حاجة زي كده، أو في واجب أو إيه. طيب أنا هفتح المايكات يا جماعة، ويعني الأستاذة المديرة للقاء هي اللي هتنظم طبعا، لو حد هيسأل أو حد عاوز حاجة أو كده. تحت أمركم. ثانية واحدة أفتح المايكات. اتفضلوا، أنا سامعكم دلوقتي. أنا سامع حضراتكم لو حد عاوز حاجة، لو في سؤال. طب الأستاذة مديرة اللقاء لو حابة توجه سؤال أو حاجة، تحبي نقول على واجب أو كده؟ والأستاذة الفرح المفقود. هو المايكات بتقول يس. المايكات ما اتفتحتش. أنا سامعكم كده. اتفضلي افتحي المايك واتكلمي. بالنسبة للواجب يا جماعة، بالنسبة للواجب، أنا بصراحة ما حضرتش هل هيكون في واجب ولا لا. الحصة دي حصة مجانية، حصة يعني تقديمية كده وتعريفية وتأسيسية بيننا وبين حضراتكم. ولكن لو حابين واجب اتفضل. أستاذ، الكلمات كم مرة نكتبهن؟ يعني يا ريت كل كلمة تتكتب 3 سطور. 3 سطور، كل كلمة تتكتب 3 سطور. ده لو عاوز يعني يعني يكون في استفادة كبرى يعني إن شاء الله. كل كلمة في الكلمات الجديدة اللي أنت مش عارفها اكتبها 3 سطور.
أو سطرين كبداية يعني، أو سطرين. لو في صعوبة في موضوع الثلاث سطور يبقى سطرين، مش مشكلة. سنة. في أي تعليق يا جماعة؟ في أي ملاحظة؟ لو حابب تكتب في الشات، لو المايك مش شغال اكتب لي في الشات. الكلمة بتتكتب سطرين أو ثلاث سطور أو أربع سطور أو خمس سطور زي ما أنت عاوز، دي حاجة ترجع لك أنت. في حصة رياضيات إن شاء الله بعد دي مباشرة الساعة 6 بالظبط، يعني بعد 20 دقيقة إن شاء الله في حصة رياضيات إن شاء الله. لو حد حابب يحضر من حضراتكم، حصة مجانية أيضا. أستاذ، كم حصة بالأسبوع؟ الأستاذة سكنة هت هتقول لكم في جروب في جروب التليجرام إن شاء الله، هي اللي هتحدد وهي اللي هتقول المواعيد وكل حاجة. بس مش عارف، هي ما فتحتش المايك وما اتكلمتش. أستاذ، يعني ورا الرياضيات شكرا. حصة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 6، السنة 6، بعد 20 دقيقة بالظبط. أنا متشكر لحضراتكم جدا. لو في أي سؤال اكتبوه لنا في جروب التليجرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ، كم حصة بالأسبوع؟ هقول لك في جروب التليجرام إن شاء الله. مع السلامة.